يعني شكرا. تفضل شيخ. بمناسبة ذكر قناة أهل البيت الذي فيها الأعجمي، فهو كان اتصل بأحد الإخوة وذكر أنه يتحدى أهل السنة للمناظرة، فذكر له اسمي، قال له ناظر خالد الوصابي، فقال ما يعرف خالد الوصابي. فأقول لك يا أخي الذي اتصلت به بلغه أنني مستعد لمناظرته، يأتي إلى هنا في المناظرة أو عبر الإسكابي إذا كان عنده علم، لأنني رأيت له مرة مقطع فدل على جهله. مقطع. طب نسمعه بس بعد ما ناخد عبد الخالق من العراق عشان ما نطولش عليه. عبد الخالق السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا سائر. أهلا بك. أهلا بك. اسمحوا لي بالكلام أكلمكم بأدب. طيب عندي لك سؤال يا ثائر قبل أن تتكلم. ماشي. لا أطرح سؤال. لا 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 اشترط علي. لا كن متأدبا. كن متأدبا يا أخي محمد. لحظة. سؤالك يا ثائر، لماذا غيرت اسمك؟ هل هذا من الكذب أو ليس من الكذب؟ تفضل. نعم. أنتم لا هل هذا من الكذب أو لا؟ جاوب بنعم أو لا. فلذلك غير اسمي. لا. هل هذا من الكذب أو لا؟ أنتم لا تسمعوا لي هل لا 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 نحن لا نسمع إلى كذاب. ما يسمى هذا. بعد إذنك شيخ. هل هذا من الكذب أو لا؟ جاوب. ده كذب ولا مش كذب؟ هل هذا كذب أو لا؟ ليس كذب. ماذا يسمى عندك؟ أنا عبد للخالق، أنا عبد للرحمن، عبد للرحيم. ماذا يسمى هذا؟ لا خليك. لا ماذا يسمى هذا؟ لا تقطعوه أرجوكم. ماذا يسمى هذا؟ أنا عبد للخالق. ماذا يسمى هذا؟ ليس كذب. ألست أنت عبدا للخالق؟ لحظة. لو سألتك ما اسمك الذي سماك به أبوك؟ أنت ما اسمك الذي سماك به أبوك؟ أنا ثائر لكن سيفي مغمد. لا أنا لما أسألك عن الاسم لا أسألك عن الوصف. على أي حال الوصف أنا وأنت عبيد وصف. يا شيخ على أي حال هذا رجل كذاب. لا يدخل معنا كذابون في هذه المداخلة. يكذب. واحفظوا صوت هذا الكذاب إخواني في الكنترول، فهذا يعني من الذين يعني يسبون رموزنا وساداتنا، الإمام عمر، الإمام علي، الإمام أبو أمجد العراق. السلام عليكم. الو. تفضل يا ابو امجد. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل اخي. اخ محمد، يعني خلكم شويه منصفين. قبل قليل يقولون نريدين عالم شيعي الناظره، اتصل بكم الاخ ثائر وثقتوه. لا نحن لا نطرده، هو جاء باسم مختلف. هل نقبل رجل يكذب؟ سؤال لك. تفضل يا ابو امجد. ليش ما يدخل باسمه الحقيقي؟ وين الانصاف مالكم؟ وين الانصاف؟ تريدون عالم شيعي يناظركم؟ السؤال لك يا اخي، السؤال لك يا رجل ارجوك ان تكون معي منصفا. رجل يكذب عليك من اول مره من حيث الاسم. طب نسمعه يا شيخ، نسمع له. قل يا ابا امجد، قل وجهه نظرك. تفضل كامله. تفضل يا اخي. انتم ما عندكم انصاف، انتم كذابين، انتم كذابين. يعني ماشي. خلوه على الشاشه. خلوه على الشاشه. طيب ما هو يعني يا اخ يا ابو امجد، يا اخي بس عندنا في مصر بيقول لك خدوهم بالصوت. اهدأ قليلا. ما هو عدم الانصاف الذي قلناه في هذه الحلقه؟ تفضل. يعني نحن في حلقه نقول عن مكائدكم وكذبكم. طيب بص بيقول لك انتم كذابين. ماذا كذبنا؟ رمتني بدائها وانسلت. يعني الرجل يغير اسمه، ماذا يسمى هذا في علم الشيعة؟ يعني يوم يقول لك أنا عبد الملك، ويوم أنا فلان، ويوم سعيد، ويوم مسعد، ويوم ده بيقول يوم عمر الذي يعني قطع أكبادهم. يعني عمر، هل هذا وصف عمر؟ الإمام عمر. نعم. يعني شيء عجيب. الرجل يكذب من أول دخوله. كيف تريد أن تتقاول معه؟ يعني مثلا هو منزل مقطع في اليوتيوب يقول إفحام خالد الوصابي ضد عائشة، مع أن هذا المقطع الذي نزله هو يقول أن يكفر عائشة، ولم يستطع أن يصمد 5 دقائق للمناظرة في عائشة. إذا كان يريد تقرأ لهذا الزنديق سائر. لا هو ضيع وقتك مع هذا الكذاب خالد